السلام عليكم يا أهل الخير. أنا المواطن محمود إبراهيم الدقاق. أنا الراجل اللي في ودنه الصرصار بقاله في ودني شهرين وأيام. كبر هو الوقت في ودني، والدكاترة بتوع محافظة دمياط فشلوا معايا إن هم يطلعوه، والصرصار ده بيموت فيا بالبطيء، بياكل دماغي من جوه. أهل الخير اللي يقدر يساعدني يشوف لي دكتور يطلع لي الحاجة دي من دماغي، لان الحاجه دي بتموتني، واتحمل كل المسؤوليات القانونيه لو انا راجل كاذب. بس ارجوكم، زي ما انا بقول على نفسي، لو انا راجل كاذب اتحمل المسؤوليه لما يطلعوا الحاجه دي من دماغي. حق يجي من كل الدكاتره اللي كشفوا عليا وحاولوا يقنعوني ان انا راجل مجنون ومفيش في ودني حاجه. يا ريت تقفوا جنبي وتجيبوا لي حقي، لان انا راجل صادق، مانيش راجل مجنون. لكل من يهم الامر. ايه ده حياتي لما يكون هيك. يرضي مني يا رب اللي انا فيه. هي ده حياتي. السلام عليكم يا أهل الخير. أنا المواطن محمود إبراهيم الدقاق. أنا الراجل اللي في ودنه الصرصار بقاله في ودني شهرين وأيام. كبر هو الوقت في ودني، والدكاترة بتوع محافظة دمياط فشلوا معايا إن هم يطلعوه، والصرصار ده بيموت فيا بالبطيء، بياكل دماغي من جوه. أهل الخير اللي يقدر يساعدني يشوف لي دكتور يطلع لي الحاجة دي من دماغي، لان الحاجه دي بتموتني، واتحمل كل المسؤوليات القانونيه لو انا راجل كاذب. بس ارجوكم، زي ما انا بقول على نفسي، لو انا راجل كاذب اتحمل المسؤوليه لما يطلعوا الحاجه دي من دماغي. حق يجي من كل الدكاتره اللي كشفوا عليا وحاولوا يقنعوني ان انا راجل مجنون ومفيش في ودني حاجه. يا ريت تقفوا جنبي وتجيبوا لي حقي، لان انا راجل صادق، مانيش راجل مجنون. لكل من يهم الامر. ايه ده حياتي لما يكون هيك. يرضي مني يا رب اللي انا فيه. هي ده حياتي. هي